السلام عليكم، معكم نور. النهاردة هعمل معاكم أكلة سمك نوع بتحبوه كله. أنا عن نفسي بحبه والأطفال كلها بتحبه الصراحة، وهي أكلة لذيذة كده. هي متعبة بس في أكلها، بس سهلة في طريقتها جدا وطعمها جميل جدا. تعالوا يلا نعمل الكابوريا. جبت حلة كده وحطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة أو من الزيت، وهنزل في الحلة دي بالكابوريا كده بتاعتي بعد ما غسلتها كويس. طبعا عايزه اقول لكم الكابوريا النتي بتبقى من تحت كده مدوره، انما الذكر منها بتبقى بوز كده. بعد كده حطيت عليها فلفل متقطع طرنشات كده، وطماطم وبصل، وحطيت 4 فصوص من الثوم. كل ده كده مره واحده. افضل بقى صبر عليها كده شويه لحد ما تغير لون من تحت، وابدا كده اقلب واحده واحده. قلبتها كده بالراحه، وبعد كده رشيت عليها رشه من الكمون، معلقه كده من الكمون رشتها، ومعلقه كبيره من الملح، برضو هسيبها تاخد وش كده من تحت. حطيت ورق غار، هتدي الشوربه بتاعتها تديلها طعم حلو. وحطيت رشه من الشطه ورشه من الفلفل الاسمر، مثلا ربع معلقه ربع معلقه. هنحاول بقى نقلب كده بالراحه واحده واحده. مش عارفه تقلبي كده، هزي يعني امسكي الحله وهزيها. انا كنت عامله في حله صغيره عشان احنا الفردين بس، فانتي لو عامله كميه هي كانت بس عشان الحله صغيره وما كنتش عارفه اتحرك. اول بقى ما تلاقيه يتغير لونه من كل حته هنحط عليها ميه بقى سخنه، وبعد كده نغطيها ونسيبها تستوي خالص. بعد كده ما استوت طلعتها. انا كنت عامله جنبها صبيت مقلي، وعامله رز بالبصل، وعامله جمبري طريقتهم كل واحده منزلاها. ومتنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد، وجربوها وقولوا لي الف هنا وشفا على قلبكم.